السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع في هذه القناة المتواضعة، قناة شحالكم، قناة النصيحة والمحبة، نحبكم في الله. هذا الفيديو شحال هادي ما هضرنا، ولكن جات ربما هذه المناسبة وهذا الإنجاز التاريخي ديال المنتخب الوطني. كما قال السي وليد الكراكي: أنا مع الرجال. بالفعل هم رجال، لأنهم مثلوا المغرب أحسن تمثيل، وربما هم أحسن يعني ربما يعني مثلوا، يعني كانوا أحسن سفراء مثلوا المغرب، يعني وربما يعني شفنا الإشعاع ديال المغرب كبلد عالميا والحمد لله. وكذلك بهذه المناسبة نشكر جميع الشعوب العربية اللي حسينا يعني قلبها كان مع المغاربة. وسبحان الله هذا المونديال ديال قطر كان متميزا، يعني فريدا من نوعه، يعني كان حضور لبلد عربي وإفريقي في المربع الذهبي، وكان من ضمن يعني المنتخبات الكبار، وربما يعني شرف المغرب وشرف الدول العربية وشرف الأفارقة على العموم. وفي هذا الفيديو نحاول نهضروا على الاستقبال الشعبي والاستقبال الجماهيري ديال هاد الاعضاء ديال المنتخب الوطني، وكذلك الاستقبال الملكي، وكذلك هذا التوشيح بالاوسمه اللي يستحق يعني احسن سفراء مثل المغرب بكل صراحه. وشنا يعني اشعاع ديال المغرب عالميا، والحمد لله كما تنقولوا. ربما يعني هذه الصوره تبين ان يعني منتخب المرضيين، وخير دليل على ذلك ان يعني ارتباط تاعهم بالوالدين تاعهم، يعني بالامهات تاعهم. ومن هنا يعني ربما ناخذ رساله، وتكون رساله للشباب ديالنا، وكذلك الامهات ديالنا، وكذلك يعني الامهات المغاربه، لان الام مدرسه ان اعددت شعبا طيب الاعراق. وربما التوشيح الملكي كان توشيحا لكل عضو في المنتخب الوطني، وكان توشيح للام المغربيه، وهذه رساله. وربما يعني هذا التميز ديال المغرب وهذا النجاح اللي حقه ناخذ منه رساله، وتكون فيه رسائل المغاربه كلهم ان المغرب يعني بلد تحدي، بلد كما قال السي وليد الكراكي، يعني راه لمسنا فيه هذاك يعني هذاك الروح ديال التحدي وديال وقوه الانسان المغربي. ومن هذا المنبر المتواضع يعني تحيه محبه واجلال وتقدير للاعضاء ديال المنتخب الوطني، وعلى راسهم على راسهم السي وليد الكراكي، لانه بكل صراحه رجل يعني خدم 3 شهور وعطى هذا الاداء هذا. وهذه يعني رساله باش نوجهها للمغاربه كلهم، ان يعني نحاولوا باش نثقوا يعني في الاطر المغربيه، وكذلك نجعلوا هذا الانجاز التاريخي ديال المغاربه، يعني ديال المنتخب المغربي كما قلت، يعني تكون فيه رسائل، وهو ان يعني نربطوا الرياضه وناخذ اللعبه المستطيله كره القدم نربطوها بما هو اجتماعي وما هو اقتصادي. وشفنا كذلك ان هذا الانجاز التاريخي خلى يعني اللي كواري واللي ماشي كواري، يعني الراجل كبير، عيالات كبار زغرتهم ساكن، ناس كبار ما تعرفوش كره كاع، وكان دعاء في المساجد، وكذلك الناس يعني دعوا مع المنتخب الروح الوطنيه. هذا الشيء اللي لمسنا، والله يرضي عليهم، يعني كما قلت انا في البدايه منتخب المرضيين الله يرضي عليهم. كما قلت في البدايه يعني كانوا احسن سفراء يعني مثل المغرب، وكذلك شنو يعني كيفاش وحدوا قلوب المغاربه، وكذلك وحدوا قلوب الشعوب العربيه والشعوب الافريقيه. ومن هذا المنبر المتواضع تنجدد عاوتاني التحيه التقدير والمحبه لكل المغاربه الطويل. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.